بكوبايتين دقيق وشوية مية هخليكي تعمليه زي بتاع الأفران بالظبط، وهقولك على سر صناعته من بتاع الفرن نفسه. بس كالعادة قبل ما ابتدي الفيديو ما تنسوش اللايك والشير وتعليق حلو زي قلوبكم. يلا نسمي ونصلي على رسول الله. أول حاجة كده في طبق بحط فيه كوباية مية دافية، بنزل عليهم بمعلقة هرمية كده من الخميرة الفورية. بعد كده بنزل بمعلقتين كبار من السكر، معالق انا بستخدم هنا معلقة الاكل العادية اللي بناكل بيها. هنقلب بقى الخميرة والسكر لغاية ما يدوبوا في المية الدافية. ممكن تحطي مية من الحنفية لو الجو عندك حر، تمام كده. بس لو الجو ساقع بنعمل بمية دافية يعني. بعد ما قلبتهم كويس جدا بنزل هنا بربع كوباية من الزيت، واقلب برضو نفس النظام لغاية المكونات كلها ما تدخل في بعضها كده. بزود هنا 3 كوبايات من الدقيق، معايا 3 كوبايات بحط هنا كوبايتين، ومعايا الكوبايه التالتة دي بضيفها شويه بشويه. بحط على الدقيق بتاعي معلقه صغيره من الملح واقلب. انا لسه كده محتاجه ان انا ازود دقيق تاني، فهحط الكوبايه كلها. انا حطيت هنا 3 كوبايات من الدقيق، وانا هنا بعمل مقدار صغير. لو انت حابه تكتري المقدار يبقى انا بنصحك ان انت تزودي المقادير. بصراحه يعني انا ندمت ان انا ما زودتش المقدار بتاعي. بصوا هتشوفوا النتيجة في الاخر دلوقتي بجد فظيعة يعني. بصوا انا ببتدي بقى ان انا اعجن العجينة بتاعتي كويس جدا كده لغاية اما المها وتكون معايا عجينة تكون ما تكونش طرية. انا مش عايزاها طرية، انا عايزاها تكون ماسكة نفسها. فزودت كمان شوية دي، انا زودت كمان نص كوباية علشان هي العجينة بتاعتنا مش زي عجينة المخبوزات اللي بتكون طرية، علشان النتيجة بتاعتها تكون الخبيز بتاعتها في الاخر يكون طري معاكي. لا انا عايزة العجينة بتاعت الوصفة بتاعتنا النهاردة تكون ماسكة نفسها. بصوا بالشكل ده. خلاص خلصتها كده وعجنتها كويس جدا. فاحنا بقى مش بنخمر، احنا بنسيبها بقى شوية كده يعني تقريبا 3 دقايق بس الخميرة تمشي فيها. مجرد ان هي الخميرة تمشي فيها كده في قلب العجينة وبعد كده نشتغل فيها. انا مش عايزاها تخمر معاكي. تمام كده تسيبيها 3 دقايق 5 دقايق على حسب بقى الجو عندك. فانا مش عايزاها تخمر. تمام كده ببتدي ان انا اجيبها في ريحي كده واحط عليها كيس بلاستيك. وجبت هنا كوباية من السمسم وبحط عليها معلقتين كده من المية، معلقتين صغننين من المية. وابتديت بقى ان انا احط على السمسم بتاعي كده واقلبه كويس جدا. واحضر بقى الصينية بتاعتي بمسحها مسحة بسيطة كده من الزيت بالفرشة. واحضر هنا الطبق اللي احنا حضرنا فيه السمسم بتاعنا وبالقطاعة كده. وابتدي بقى ان انا اخد هنا القطعية بتاعة البقسماط بتاعي. انا بعمل النهاردة بقسماط، فانا باخد كده كل قطعية والتانية كده بالراحة على ايدي وبكف ايدي كده، مش بصوابع ايدي، بالكف نفسه. وابتدي بقى ان انا ارولها لغايه ما تاخد الحجم اللي انتوا شايفينه ده، على قد حجم الصينيه. وبعد كده بنزل في السمسم بتاعي. بصوا انا يعني بفردها بالراحه كده، والزيادات اللي هي في الاطراف دي ببتدي ان انا اشيلها. بعد كده برضو احنا يعني هنعملها في الاخر بقى. بصوا بعد كده بحطها في السمسم ويعني على طول احنا حاطين على السمسم معلقتين ميه، فهتلاقيه السمسم لازق فيها على طول كده. حابة تكبري المقاس شوية يعني، حابة يعني تخنيه شوية الصباع بتاع البقسماط، مفيش مشكلة. يعني الحجم اللي انت عايزاه، بس الحجم الرفيع ده في السوا بيكون احلى، وبيكون يعني بيطلع النتيجة بتاعته حلوة اوي. بصوا انا ببتدي ان انا بكف ايدي كده وابتدي ان انا ارولها، وبعد كده بحطها في السمسم. والزيادات دي بعملها بقى في الاخر. بعد بقى ما خلصت هنا ما شاء الله شوية الدقيق بتوعي عملوا لي ما شاء الله 3 صواني زي ما انتوا شايفين كده. عايزه اقولك بقى بنصحك ان انت تزودي الكميه، علشان بجد يعني هو اصلا الشويه دولت هيتاكلوا كده وانت شغاله فيهم في الفرن بعد ما تسويهم. بصوا هتسيبيهم بقى كده 5 دقايق مش اكتر من كده، مش عايزاهم يخمروا برضو زياده. بعد كده بقى هتحطيهم في الفرن بتاعك، تكوني مشغله الفرن ومسخناه كويس جدا، وتحطيهم بقى في الرف الوسطاني. وفي اول 5 دقايق بتخلي الحرارة بتاعتك على 180، وبعد كده نزليها على 160. تمام كده على اهدى نار عندك، علشان خاطر يطلعوا المقرمشة البقسماطة مقرمشة ومش طرية معاكي، وتطلع مظبوطة زي بتاعت بره بالظبط.
وهشه من قلبها. هوريكي دلوقتي ما شاء الله، واخده اللون الذهبي من تحت ومن فوق. يعني بصي عايزاكي تحركي الصواني كده في قلب الفرن، إيه تاخد الاول اللون من تحت، وبعد كده ايه تحركيها يعني يعني من شويه فوق وشويه تحت كده عشان تاخد اللون من تحت ومن فوق كويس جدا. ولو عندك مروحه برضو شغليها عشان توزع معاكي الحراره كويس. واخر شويه كده لو لقيتيها محمرش من الوش، فانت شغلي الشوايه شويه. بصوا هتلاقيه كده تحركيه، هتلاقيه كده ما شاء الله اصلا هو طالع من الفرن مقرمش معاكي. سيبيه شويه في الهوا كده هتلاقيه بقى تحفه. بصوا ما شاء الله طالع اصلا عامل ازاي، التسويه بتاعته مظبوطه من فوق ومن تحت، واخد اللون الذهبي وخطير يا جماعه. مش قادره اقول لكم الطعم بتاعه عامل ازاي، القلب بتاعه هش كده وتحفه. بصوا هوريكم بقى دلوقتي. بصوا ما شاء الله التكه دي تحفه يا جماعه. التسويه بتاعته عايزه اقول لك خدي بالك منها، علشان دي بقى اللي بتفرق معاكي في البقسماط. يعني هي دي اللي بتخلي البقسماط يطلع معاكي حلو ولا مش حلو بصراحه يعني. فانت خدي بالك من التسويه. بصوا ما شاء الله التسويه بتاعته مظبوطه ازاي. هياخد معاكي تقريبا يعني ساعة، اقل من ساعة يعني على حسب الفرن بتاعك، ممكن ساعة الا ربع. انا كنت عاملاه على نار هادية خالص لما يستوي معايا كويس جدا ويقرمش زي ما انتوا شايفين كده، ويطلع زي بتاع الافران. بصوا القلب بتاعه عامل ازاي من بره بقى خطير يا جماعة. انصحك بقى تزودي الكميه علشان بجد هتندمي ان انتي ما عملتيش كميه كبيره. بتمنى من احلى اخوات لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير، واعملوا شير كتير مع اصحابكم، واعملوا متابعه للصفحه، وقولوا رايكم في الفيديو بتاعنا النهارده. واشوفكم على خير ان شاء الله، مع الف سلامه.